في شركة اسمها 3M، في كتير مننا سمعوا عنها، اللي بتعمل الفيلم بتاع الحماية بتاع العربيات. بس هي مش بتعمل كده بس، 3M بتصنع حاجات كتير قوي يعني، من الباندجز اللزقات اللي بتتلزق على الجروح لحد المواد بتاعة الصنفرة، وكمان بتعمل مواد كيميائية. بس خلينا نبدأ الحكاية من الأول. القصة بدأت سنة 1902 في مكان اسمه تو هاربرز في مينيسوتا. الشركة في البداية كانت شركة تعدين، وكان اسمها مينيسوتا مايننج اند مانيفاكتشرنج كومباني، علشان كده 3M للاختصار. لكن بعد ما فشلوا في موضوع التعدين ده، غيروا السياسة بتاعتهم وغيروا نشاط العمل، وبدأوا يركزوا على حاجات تانية زي الصناعات الكيميائية، بس الصنفرة، اللزق، والمواد الكيميائية الفلورية. والمواد الكيميائية اللي هم اشتغلوا فيها هي دي الأساس بتاع الحلقة بتاعت النهاردة وسبب الكارثة اللي احنا هنتكلم عنها. قبل ما نحكي عن شركة 3M، عايزين نتكلم الأول عن شركة تانية، شركة دوبون. هي اسمها كده، بالإنجليزي تتنطق أعتقد دوبونت. شركة دوبون دي مش شركة عادية خالص، تخيل هي أقدم من شركة 3M ب100 سنة. 3M اتنشأت سنة 1902 ودوبون اتعملت سنة 1802. دوبون زي ما هو باين من اسمها شركة فرنساوي، والشركة دي كانت متخصصة في صناعة البارود. هي شغلها بس كان في الأول صناعة البارود، وبعد كده بعد السنين ما عدت كبرت وبدأت تشتغل في مجالات كتير قوي، وبقت واحدة من أكبر الشركات الصناعية في العالم كله، ودخلت تقريبا في كل المجالات. سنة 1938 وبالصدفة في عالم اسمه روي جي بلانكت، الراجل ده فعلا بالصدفة اكتشف مادة جديدة. المادة اللي اكتشفها بالصدفة دي هتغير حياتنا كلنا. المادة دي اسمها العلمي بولي تترا فلوروثيلين. انا قعدت كتير قوي عشان اقولها كده، بولي تترا فلوروثيلين، PTFE هو ده الاختصار. اسمها العلمي اخد كتير قوي، كل ده الاسم طلع اسهل حاجه فيها، المشكله في اللي جاي بعد كده. المهم يعني ان الماده دي كانت السبب في ظهور الادوات بتاعه الطهي اللي هي الحلل والطاسات وكده يعني، اللي كانت بعد كده اتحولت يعني لحلم لكل الستات علشان ما بيلزقش فيها الاكل، التeflon. المهم سنه 1945 3M كانت شغاله على تكنولوجيا جديده اللي هي السايمونز بروسيس، وزي ما انا فاهم كده تقريبا البروسيس دي ليها علاقه بالتصنيع بكميات كبيره لمواد زي التeflon. قامت شراكه في الوقت ده بين دوبون و3M. الشراكه دي كان الهدف منها ان هم يصنعوا ويطوروا البروسيس بتاعه التصنيع عشان يعرفوا يعملوا كميات كبيره من الماده دي، لما عرفوا انها مفيده وهتجيب فلوس كتير. والشراكه دي كانت بالنسبه لهم تعتبر انجاز علمي رهيب، طلعوا حاجات ما حصلتش، بس ما كانوش عارفين، او يمكن هم كانوا عارفين من الاول، ده اللي هنعرفه، ان اللي بيعملوه ده كارثة على النظام البيئي بالكامل، مش بس في حتة واحدة. 670 مليون دولار دي الغرامات اللي دفعتها شركة دوبون تعويضات عن الكارثة اللي هم عملوها في واحدة من أكبر الفضايح بتاعت شركات الكيماويات في العالم. وخليني أقول لك إن القصة ما بدأتش ولا انتهت عند موضوع الغرامات. من حكمدار العاصمة إلى السيد أحمد إبراهيم، لا تشرب الدواء فيه سم قاتل. الجملة دي جت في فيلم من إنتاج سنة 1954 اسمه فيلم حياة أو موت. ما أعتقدش إن جين زي هيبقى عارف الفيلم ده، أعتقد معظم بتوع الثمانينات والتسعينات هيبقوا عارفينه أكتر، لكن هو من الأفلام الحلوة جدا اللي أنصحكم تتفرجوا عليها. والجملة بتاعت احذر الدواء فيه سم قاتل للأسف مش على أساس دواء واحدة بس. المواد دي موجودة في هدوم اللي ضد المية، في السجاجيد اللي ضد المية، وكمان في أي حاجة احنا بنستخدمها في الطبيخ في المطبخ لو كانت من جواها طبقة من التeflon اللي احنا بنقول عليه التيفال. المواد دي اللي هي ال PFOAs جزء من مجموعة كيماويات بيسموها The Forever Chemicals، ما بتتدمرش، ما بتتحللش خالص، وحتى لو كانت بتتحلل في الطبيعة أجسامنا ما بتقدرش للأسف تحللها، وأقل نسبة تسمم منها كافية أنها تضرنا. لو نزلت التربة بتفضل موجودة فيها، النباتات بتمتصها والحيوانات بتاكلها، وكلهم بيفضل جواهم المواد دي، لأنها للأسف لما بتدخل جوانا هتفضل موجودة مئات السنين. في التسعينيات فضيحة دوبون طلعت على إيد مزارع اسمه ويل تيننت، مزارع بسيط خالص عايش في وست فرجينيا. ويلبر تيننت لاحظ إن المواشي بتاعته بتموت بدون سبب. لما قعد يدور على الأسباب اكتشف إن في مصنع بتاع دوبون موجود قريب منه بيرمي المخلفات الكيميائية بتاعته في المية اللي بتشرب وبيتروي منها الأرض بتاعت ويل، لأن مصنع دوبون ده كان بيرمي المخلفات الكيميائية بتاعته في المية. ويلبر تيننت ما سكتش، لم كل المستندات اللي يقدر عليها وراح لمحامي. المحامي اللي راح له كان اسمه روب بيلت. روب بيلت ده كان في حد ذاته مفاجأة، لأن هو أصلا كان بيشتغل محامي للشركات الكبيرة اللي زي دوبون،
لكن المفاجأة ان روب وافق ان هو يقبل القضية بتاعة ويل. ولما بدأ يحقق اكتشف ان الشركة عندها 40 سنة من المستندات اللي بتأكد ان هم عارفين اللي بيحصل. 40 سنة من التستر والكذب. الكارثة ما وقفتش عند ويست فيرجينيا. الكارثة الحقيقية بالتحاليل اثبت العلماء ان المواد الكيميائية الابدية دي موجودة تقريبا في كل مكان. المياه اللي بنشربها ممكن تكون ملوثة، السمك فيه اثار للمواد دي، حتى جوانا احنا كمان في دمنا. الابحاث اثبتت ان 99.7% من البني ادمين على كوكب الارض، 99.7 دي يعني لو الكوكب عليه 7 مليار بني ادم، اكتر من 6 مليار و900 مليون منهم جواهم اثار من المواد الكيميائية الابدية دي. ده شيء مرعب. يعني انا وانت فينا نسب من المواد دي. المشكلة ان المواد دي مش موجودة بس في المية، دي موجودة في أدوات المطبخ اللي فيها تيفال، موجودة في أي هدوم أو سجاد ضد المية، وموجودة في مستحضرات تجميل. هي حوالينا في كل حتة فعليا. المواد دي موجودة حوالينا فعليا في كل حتة وإحنا مش حاسين. طب وبعدين وإزاي نحمي نفسنا منها؟ طيب السؤال هنا إيه اللي نقدر نعمله في حاجة زي دي؟ هي أول حاجة الحاجات المباشرة. أي حاجات تفلون موجودة عندنا في البيت، أي حاجة موجودة عندنا في البيت ماما خايفة عليها انها تتخربش من المعلقة الحديد واحنا بنقلب، خطر علينا. لان مش بس الخربشة هي اللي خطر، استعمالها في حد ذاته خطر. بدل التeflon في حديد وفي زهر وفي ستينلس ستيل. المهم ندور على الحاجات اللي مكتوب عليها انها خالية من PFAS اللي هي الكيماويات الابدية، ونبعد عن اي هدوم او سجاد مكتوب عليها انها مقاومة للبقع او المية. اهم حاجة فعلا هي الوعي، لان احنا المواد دي موجودة حوالينا في كل حتة، وفعلا بتسبب على حياتنا خطر، وفعلا هي من مسببات السرطان. شركة دوبون ما دفعتش 670 مليون دولار تعويضات علشان الناس كانت بتتمسكن. الناس فعلا جالها أمراض وتشوهات وعيوب خلقية للأطفال. المنتج اللي احنا بنستعمله في حياتنا اليومية أو كتير مننا بيستعملوه في حياتهم اليومية فعلا خطر على الصحة وبيسبب سرطانات. والوعي فعلا مهم في حاجة زي دي، لأن في أفلام اتعملت على الموضوع ده وبرضه لسه في ناس كتير جدا ما تعرفش أي حاجة عنه. أتمنى تشاركوا الفيديو ده مع أصدقائكم وتنشروا المعلومات دي أكتر، ولو فادتكم أتمنى تعملوا سبسكرايب على يوتيوب، ولو على فيسبوك يا ريت فولو. استنوني في الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا.